والمدرب ده مفهمش حاجة وانت متأكد انه بيقول اي كلام بس مش عارف تثبت انه هبيت. طب بلاش، تخيل انت توقعاتك اللي بتقولها كده بالصدفة ممكن تكسبك جواز وتخليك ملك التوقعات. بجد مش هزار، سؤال غامض شوية مش كده؟ ايه العلاقة بين الهبد الكروي والمكسب وتطبيق النهاردة؟ خليك معايا لآخر الفيديو عشان هجاوبك على السؤال دوت اللي هيغير طعم الفرجة على الكورة في حياتك. بس الأول تعالوا نتكلم في المهم. يا جماعة احنا النهاردة حياتنا بقت عبارة عن أيقونات. بتصحى من النوم تفتح ابلكيشن عشان تشوف مين عمل لك لايك، تطلب فطار من ابلكيشن تاني، تركب مواصلة بابلكيشن تالت. تطبيقات سهلت علينا حياتنا لدرجة ان بقينا نكسل نقوم نجيب كوباية المية. بس الحق يتقال، في تطبيقات كده بتاكل عيش، يعني وجودها في تليفونك مش رفاهية، دي ضرورة. من ضمن التطبيقات ديت التطبيق اللي بتلعب على شغفك، واكبر شغف عندنا كمصريين هو الكورة. عشان كده النهاردة جايب لك تطبيق مش هقولك انه اختراع الذرة، بس هو اختراع التحفيل الرسمي. تطبيق اون فاير او ولعت زي ما مكتوب. ايه بقى حكاية اون فاير دوت؟ بص يا سيدي، زمان كنت بتدخل على تطبيقات الكرة عشان تشوف النتيجة، مين جاب جون ومين خد انذار وشكرا. الموضوع ممل صح؟ تطبيق اون فاير بقى قرر يخليك جزء من اللعبة مش بس متفرج. التطبيق ده باختصار هو ساحة تحدي ومكان بتدخل فيه تتوقع نتائج الماتشات وتجاوب على أسئلة كروية وتاريخية وتجمع نقاط. يعني لو انت شايف نفسك جوارديولا المنطقة بتاعتكم، فده هو الملعب بتاعك. التطبيق ده بيعمل مسابقات وتحديات قبل الماتشات، ويوريك احصائيات دقيقة جدا عن اللعيبة والفرق. يعني مش هتهبط وخلاص، لا ده هبد مبني على علم يعني. طب نستخدمه ازاي عشان ما نبقاش شكلنا وحش؟ بسيطة قوي. اول ما تنزل التطبيق من اللينك اللي هسيبهولك تحت، بتعمل حساب في ثواني، هتلاقي قدامك الماتشات اللي هتتلعب. بتدخل على الماتش وتبدأ تتوقع مين هيكسب والنتيجة كام ومين هيجيب الجون الأول. وكمان في كويزات، كوينز يعني، أو أسئلة. كل ما تجاوب صح كل ما الرينك أو ترتيبك يعلى على الريد بورد أو قائمة المتصدرين. تخيل بقى لما تاخد سكرين شوت لترتيبك وانت الأول على أصحابك وتبعتها في جروب الواتس. يا نهار أبيض على التحفيل اللي هيحصل. بس تعالوا نتكلم دغري كده، هل الحلو بيكمل؟ لا طبعا، التطبيق ده مش كامل الأوصاف يعني. عشان أكون أمين معاكم، التطبيق ده ليه مميزات وليه عيوب. أهم ميزة فيه هي الحماس، لأنه بيخلي الماتش طعم تاني حتى لو الماتش في الدوري الهندي، مادام انت متوقع نتيجته هتبقى قاعد على أعصابك. وتاني ميزة ان المعلومات والاحصاءات اللي فيه محترمة جدا وهتفيدك لو بتلعب كمان. والاهم انه مجاني ومش قمار ولا مراهنات بفلوس حرام، هو قايم على المهارة والمعلومات، ودي نقطة مهمة جدا عشان الناس اللي بتقلق. اما العيوب بقى، فزي اي تطبيق مجاني هتلاقي اعلانات بتنطلك ساعات، ودي ضريبة انك مش بتدفع فلوس. وكمان ساعات السيرفر بيقفل شوية او بيتقل شوية وقت الماتشات الكبيرة، لكن لما الكل يدخل في نفس الوقت، وده بيحصل في احسن من العائلات يعني. والعيب التالت هو الادمان. ممكن تلاقي نفسك ماسك الموبايل وسايب الماتش نفسه عشان تشوف ترتيبك وصل لفين. وانا بحب دايما اشوف الناس بتقول ايه، فدخلت على البلاي ستور وقريت التعليقات والاراء منقسمة. في ناس شايفة ان التطبيق عظيم ومسلي جدا، وفي ناس بتشتكي ان التحديث الأخير كان فيه شوية مشاكل تقنية. بس أكتر تعليق لفت نظري واخد لايكات كتير كان من واحد اسمه أحمد، بيقول التطبيق جامد جدا، فكرته مسلية وأحلى حاجة إن فيه جوائز للمتصدرين. بس للأسف بس ياريت تهتموا شوية بإن النتائج تتحدث أسرع وقت الضغط. والتعليق ده بيخلص الدنيا. فكرة الجوائز دي بتخلي المنافسة ولعت فعلا بجد زي اسم التطبيق. طب لو التطبيق دوت معجبكش او موبايلك مش مساعد، إيه البدايل؟ لو انت غاوي احصائيات بس، عندك سوف سكور او 365 سكور. دول عمالقة في الارقام بس مفهومش حتة المسابقات دي. او لو غاوي لعب وتشكيلات يبقى خليك فانتاسي بريمير ليج. بس ده محتاج صبر وطولة بال. انما الاون فاير واخد حتة التوقعات دي السريعة والاسئلة الخفيفة اللي مش محتاجة تفرغ
نفسك ليها طول الأسبوع. نرجع بقى للسؤال أول الفيديو: ايه العلاقة بين الهبد والمكسب؟ والإجابة هي المعلومات. في عصر تطبيقات المعلومة بتساوي فلوس أو جوائز أو حتى برستيج وسط أصحابك. التطبيق ده مجرد أداة بتحول معلوماتك الكروية اللي كانت بتضيع في الهوا لحاجة ملموسة ومنافسة حقيقية. جرب التطبيق وقولي في الكومنتات هل انت هبيد ولا خبير. متنساش اللايك في الوصف تحت دوس لايك لو الحلقة عجبتك، وشير لصاحبك اللي فاكر نفسه بيفهم في الكورة عشان تكسره في التحدي. سلام يا صاحبي.